مساء الخير او صباح الخير على حسب ما بتشوف الحلقه. المصارعين بيبقوا متدربين بشكل احترافي جدا وعلى مستوى عالي للحركات اللي بيأدوها على الحلبه، وعلشان كمان هم بيلعبوا المصارعه بشكل مستمر فبيحافظوا على نفسهم بشكل كويس قوي ان هم يحموا نفسهم من اي اصابات ممكن تجيلهم علشان يعرفوا يقدموا العروض بشكل مستمر. لكن غصب عنهم برضه ممكن تحصل اخطاء منهم على الحلبه، لكن الاخطاء دي كفيله ان هي تعملهم اصابات خطيره. فتعالوا نعرف الغلطات الغير مقصوده من المصارعين اللي ادت الى اصابات. ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، ويلا بينا. ونيجي لرقم 5 معانا، وهو المصارع ري ميستيريو، وهو الخطأ بتاعه اللي عمله لما عمل إصابة الأندرتيكر لما كسر له مناخيره. وده كان خطأ غير مقصود طبعا من ري ميستيريو، وحصلت دي ما بينهم كان في ماتش بيلعبوه، كان ماتش تأهيلي للمنافسة على اللقب للوزن التقيل، ولعبوا الماتش ده في عرض السماك داون اللي هو كان بتاريخ 28 مايو 2010. وده كان أول ماتش الأندرتيكر بعد الماتش بتاعه الأسطوري اللي لعبه قدام شون مايكل في راس المنيا 26. المهم الماتش بتاع اندرتيكر وري ميستيريو في عرض السماك داون كان ماتش جميل قوي وهم لعبوا حلو، بس الغلطه اللي هو عملها ري ميستيريو وهي في حركه الهاي فلاي بتاعته لما نط من الحبل الثالث على اندرتيكر. المفروض ينزل بالبامب، نزل على الشيست بتاع اندرتيكر، لكن بدل ما ينزل على صدر اندرتيكر نزل على مناخيره، وبسبب الحركه دي مناخير اندرتيكر اتكسرت، فطبعا مناخيره نزفت دم لدرجه ان اندرتيكر نفسه جات له ازدواجيه في الرؤيه. وبالرغم ان الاصابه اصلا قويه جدا الا ان اندرتيكر استحمل الاصابه دي وكمل الماتش للاخر، وانتهى النزال في الاخر بفوز اندرتيكر على ري ميستيريو. وشايفك اللي هتيجي تقول لي انت عرفت منين او حد قبلك قال الكلام ده، فطبعا ردا على الكلمتين دول هقول لك اندرتيكر هو اللي قال بنفسه الكلام ده، وادي البودكاست اهو اللي كان بيحكي فيه اللي حصل له. His ass was supposed to hit me in the chest, but it hit me right in the face. It was a bony ass, and it was right on the bridge of my nose. And it broke my nose, and I got concussed. And to this day, I still have double vision. نروح بقى لرقم 4 معانا، وهو ملك الغلطات وملك البوتشات، كينج الوقعات، وهو تايتوس اونيل. تايتوس اونيل مشهور جدا بان هو بيتزحلق كتير ويقع كتير قوي، وده طبعا بيبقى غصب عنه، هو مبيبقاش قاصدها، بس حظه السيء ان هو كل ما يظهر لازم يتزحلق ويقع. وبداها اصلا من عرض NXT بتاع 2010 لما وقع وهو بيجري وشايل البرميل ده. ومن اشهر اللقطات ليه لما جه دوره ان هو يدخل ماتش الجريتست رويال رامبل، وهو داخل بيجري عشان يدخل الماتش اتزحلق وقع دخل تحت الحلبة. من اشهر اللقطات اللي خلت المكان كله يقلب ضحك، وخلت فينس ماكمان كل شويه يعمل لها ريبلاي. بس هو اتعلم من ده وحاول ما يتزحلقش في الرويال رامبل اللي بعدها وهو داخل. وعنده مشكله تانية ان هو ما بيعرفش يقع من تالت حبل كل مره على طول، حصلت معاه مره في الماتش بتاعه قدام بيج اي، والاشهر اللي في الرويال رامبل لما جه رومان رينز ودين امبروس يخرجوه وما خرجش معاهم من اول مره. وبصراحه تايتوس اونيل واحد من المصارعين اللي بتطلع منه الكوميديا الغير مقصوده. نروح بقى لرقم 3 معانا، وهو سين كارا. طبعا اللي هيفتكر سين كارا هيعرف ان هو اصلا كان له اخطاء كتير جدا على الحلبه. كان عنده مشكله في التوازن، وفي سيرفايفر سيريس 2011 لما جه ينط من فوق تالت حبل لبره الحلبه نط غلط اصلا، فطبيعي وقع بشكل غلط. جات له في ساعتها اصابه في الركبه خلته يطلع بره الماتش ويغيب بعدها لمده 6 شهور. ومره تانية كان بيلعب البرتو دي ريو ماتش ونط عليه من تاني حبل لبره، من قوه الدفعه وان هو خبط في البرتو دي ريو صباع ايده اتكسر، وقفوا الماتش وما كملوهوش برضه. سين كارا مصارع هاي فلاير ممتاز جدا، لكن هو مشكلته ان هو كان بيحصل له اختلال كتير جدا في التوازن بتاعه، ما تخليهوش يؤدي الحركه اللي هو بيعملها بشكل صحيح، فبالتالي بيغلط فيها، والاخطاء دي فعلا كفيله تجيب له اصابات وحشه جدا. والمشكله الاكبر من كده سين كارا ما كانش عنده مهاره تواصل بينه وبين المصارعين، لانه ما كانش بيعرف يتكلم غير اسباني اصلا، وبقيه الروستر اللي بيلعب معاهم ما بيكلموش غير انجليزي، فما كانوش بيعرفوا يتفاهموا مع بعض. حتى سين كارا نفسه شخصيا ما كانش عايز يتعلم الانجليزي، وكل دي كانت اسباب انها تخلي WWE تاخد قرار انها تمشيه. نروح لرقم 2 معانا، وهو فينس ماكمان. فينس ماكمان لما كان بيشوف اي مصارع كان بيحصل له بوتش او غلط على الحلبه تبقى غصب عنه، كان بيمسك المصارع ساعتها ينفخه او يعاقبه كتير. يا عم ده غصب عنه، لا لازم يتعاقب برضه عشان ما يغلطش. نيجي بقى لفينس ماكمان لما نزل الحلبه مفيش اكتر من البوتشات بتاعته اصلا. وفي مره في الرويال رامبل 2005 لما كان فينس ماكمان طالع عشان يحسم الجدال في المشكله بين اللي فايز بين جون سينا وباتيستا، بسبب ان الاتنين وقعوا بره الحلبه في نفس الوقت وكانوا اخر اتنين، والحكام محتارين يعلنوا مين فيهم اللي فاز. ففينس ماكمان وهو طالع الحلبة علشان يدي قرار جاله تمزق في العضلة الرباعية في الساق بتاعه، ما قدرش يقف بعدها وادى القرار بتاعه وهو قاعد على الحلبة اصلا. وشكل الاصابة دي مش اول مرة تجيله، لانها ساعات كانت بتخيش معاه كتير فينس ماكمان وما يقدرش يقف على الحلبة، وهتلاقيه كان بيقع من المصارعين وهو بيلعب معاهم. وشكل الموضوع ده وراثي برضه، لان ابنه شين ماكمان وهو بيلاعب زميز في عرض راس المنيا 39 ما استحملش برضه وجات له نفس الاصابة وما كملش الماتش. وكمان فينس ماكمان تحس ان عنده مشكلة في استقبال الفينيشات، زي البيدي جري بتاع التريبل اتش ولا الستانر بتاع ستيف اوستن.
ده حتى لما اتعادت له تاني في راس المنيا 38 ما عرفش يستقبل الضربه برضه من ستيف اوستن. برضه نفس الحوار حصلت من شين ماكمان مره، برضه تحس انه وارثها من ابوه. بس مع ذلك ما يمنعش ان فينس ماكمان اللي دماغه عبقريه ومجنونه، الا انه لما لعب مصارعه بصراحه ضحى بجسمه وقدم مستوى من العنف في اللعب بتاعه واقعي. وهسيب لكم شويه لقطات من ضربات اللي كان يستحقها فعلا فينس ماكمان. ونروح لرقم واحد معانا، الفايبر راندي اورتن. اكتر حاجه بتحصل لراندي اورتن هو وقوع على ظهره كتير جدا، وده بيعمل له اصابه، والاصابات اللي كانت بتجيله في دراعه كانت بتغيبه ويخليه يعمل عمليات، وده كان بيحصل له من زمان وهو صغير، والاصابه اللي من النوع ده بتخليه يغيب مش اقل من 6 ل 9 شهور. راندي برضه مشهور بتنفيذه للضربات زي الار كي او على ترابيزه التعليق، او انه يحدف المصارعين عليها. ومره كان بيلاعب كين في ماتش ووقع من عليها غير مقصوده خالص، وحاول يعديها بطريقه كده برياكشن عمله. راندي اورتن برضه مشهور بان هو يعرف يعمل الار كي او بكل الطرق الغير متوقعه، وبينفذها بشكل محترف جدا. لكن راندي اورتن بما انه محترف في تنفيذ الار كي او، الا انه في الاول كانت بتخيش منه وما بيعرفش يعملها بالشكل المظبوط، واللوم برضه مش كله هيبقى عليه، لان ساعات المصارع اللي قصاده هو اللي ما بيعرفش يستقبلها. ويبقى راندي اورتن واحد من افضل اساطير عالم المصارعه، واللي عمر ما حد هيقدر يجي زيه، ومن اكتر المصارعين اللي شغفه عالي جدا بالمصارعه. وبكده اكون عرضت لكم بعض الاخطاء للمصارعين على الحلبه، وهنا نكون خلصت. سلام عليكم.